السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة بخصوص البوست اللي أنا نزلته النهاردة بتاع خصم على الدروس عشان الناس تبقى معايا في الصورة. الموضوع باختصار إن إحنا إن شاء الله بداية من شهر 9 بداية من الشهر اللي جاي هيبقى في نظام هطبقه عندي في كل المجموعات في الدروس من الصف الأول لحد الصف الثالث الثانوي، من أولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي. النظام ده هيتيح لابن حضرتك أو لبنت حضرتك إن يكون معاك 5 بوينتس 5 نقط لكل طالب كل حصة. ال5 نقط دول المفروض أنت كولي الأمر هتكون متابع معايا إن ابن حضرتك يروح بيهم كل يوم، بمعنى إن أنا بتيح لابن حضرتك بوينت على الحضور. يعني لو ابن حضرتك حضر فهو كده ضمن أول بوينت. البوينت الثانية هتكون على انضباطه والتزامه، بمعنى الالتزام والانضباط من ناحية الهيئة والشكل. يعني هستأذن حضراتكم موضوع الحلقة واللبس المقطع والألفاظ البذيئة والخناقات والكلام ده كله، لا هو مش هيكون موجود، فهو هيفقد النقطة ديت لو في أي مشكلة من الناحية دي. أعتقد إن هو إحنا كلنا طبعا هنكون متفقين إن أولادنا يكونوا يعني منضبطين في الشكل وفي الكلام ومنضبطين في السلوك ومنضبطين في كل حاجة، فأنا هتح له بوينت أو هتح له درجة على انضباطه والتزامه. كده يبقى في عندي 3 بوينتس، في عندي 3 نقط. ال3 نقط دولت هيكونوا عباره عن 3 اسئله ابن حضرتك او بنت حضرتك هتتسال كل حصه 3 اسئله. ال3 اسئله دول هيكون منهم 2 موجودين على المنهج، يعني 2 موجودين على الحاجات اللي هو اوريدي هيمتحن فيها، وهيكون في سؤال عام على الانجليش عموما. الطالب اللي هيقدر ان هو يجتاز ال3 اسئله بالتالي هيكون معاه ال5 بوينتس. احنا عندنا في الشهر 8 حصص، لو قدر ان هو يحافظ على ال5 بوينتس كل حصه فهو هيكون معاه في الاخر 40 بوينتس، يعني 40 نقطه. الطالب اللي هيقدر يحقق ال40 نقطه هو معفي من فلوس الدرس تماما. يعني ابن حضرتك لو جالي كل حصه اخذ ال5 نقط دولت ومشي، في اخر الشهر هيكون قدامه فرصه انه ما يدفعش فلوس الدرس. طيب في حاله ان في اكتر من طالب قدر يعمل كده، يعني 2 3 10 كل الجروب اللي موجود قدر يعمل كده، والله اتمنى كل الناس تقدر تعمل كده. لو في حاله ان في اكتر من حد عمل حاجه زي كده، في الاخر هيكون في كومبيتيشن صغيره كده، كويز، هنعمل امتحان صغير للطلبه اللي هم قدروا ان هم يحافظوا على المستوى ده طول الشهر، والطالب اللي هيفوز هو اللي هيكون معفي من فلوس الدرس، والطالب الثاني والثالث يعني هيكون عندنا 3. الاول هينعفي من فلوس الدرس، والثاني والثالث هيدفع نص شهر. طيب حد هيسالني يقول لي يا مستر، طيب هو انت دلوقتي بتقول لي ان في بوينتس على الحضور، طب ما اوقات ان ممكن الولاد لا قدر الله يكون عندهم دور برد او تعبانين او لظرف ما، فرح او حاله وفاه ما يقدرش يجي. في حاله ان ولي الامر استاذن لابنه انه مش هيكون موجود في الحصه، فانا هوفر لحضرتك 2 بوينتس، هديله نقطتين على الحصه، لكن طبعا مش هقدر اديله اكتر من كده لانه مش هينفع يتساوى بالطالب اللي حضر. لكن في حاله عدم استئذانه فهو هيكون خسر البوينتس بتاعه الحصه. طيب سؤال كمان، هي الاسئله اللي ممكن اولادنا يتسالوها دي هتكون اسئله تعجيزيه؟ لا خالص. هم انا زي ما قلت لحضرتك في سؤالين هيتسالهم من المنهج بتاعه اللي هو بيدرسه اللي هو اوريدي هيمتحن فيه، وهيكون في سؤال عام، يعني ممكن يكون سؤال تراكمي قبل كده. طبعا احنا عارفين الانجليش تراكمي، وده هيخلي الاولاد ان هم دايما يدوروا ويبحثوا ويشوفوا الحاجات القديمه اللي سقطت منهم اللي هم برضه بيتسالوا فيها في الامتحان. طيب انا هستفيد ايه من كده؟ انا هستفيد ان حضرتك لازم تكون متابع معايا. انت حضرتك النهارده لازم تتابع معايا ابنك اول باول، روح النهارده بكام بوينت، روح النهارده ب2 ولا روح النهارده ب5، ويا ترى روح بال2 ليه وروح بال5 ازاي. فلازم النهارده يكون في تواصل مع الاولاد. النظام ده هيبقى بالنسبه للحصه، يعني كل حصه هيكون فيها ستارز، هيكون فيها ولاد ستارز وهم نجوم الحصه. الطالب اللي هيقدر ان هو يحقق الكلام ده لاخر الشهر هيكون ده السوبر ستار بتاع الدرس. طيب لو كان في حد قدر يعمل الكلام ده اكتر من شهر، يعني احنا عندنا الترم الاول عندنا فيه 4 شهور، عندنا 9 و10 و11 و12. لو في طالب او طالبه قدرت ان هي تعمل الكلام ده اكتر من مره، يعني حققته مرتين او 3 مرات، بمعنى ان هي كانت اكتر من زمايلها، اكتر طالب هيقدر ان هو يحافظ على السكور ده طول الترم، ان شاء الله الترم الثاني انا هوفر له الكتاب الخارجي على حسابي. يعني من الاخر حضرتك تقدر من النهارده تتعامل معايا على ان ابنك بيجي الدرس مش بيدفع فلوس الدرس اصلا، وكمان الترم الثاني ممكن كمان ياخد الكتاب. ده يرجع لحضرتك في انك النهارده تبدا تتعامل مع ابنك على انه قدامه تارجت لازم يحققه. التارجت ده ان هو يحضر، انه ما يغيبش. التارجت ده انه يكون ملتزم سلوكيا واخلاقيا وملتزم في كل حاجه. التارجت ده ان هو يذاكر ويلم من وراه عشان النهارده يقدر يلم ويجيب اللي معاه. وفي حاجه كمان، لو لقيت مردود كويس من الطلبه ومن اولياء الامور، يعني بمعنى ان ممكن يطلع لي اكتر من 10 او 15 طالب في المجموعه محققين على ال40 بوينتس على ال40 نقطه، في الحاله ديت ممكن يكون في اكتر من طالب ممكن يتعافي. يعني من الاخر انا محتاج من حضرتك ومحتاج من اولادكم انضباط، ومحتاج منهم التزام، ومحتاج منهم ان احنا نشتغل مع بعض. اتمنى يا رب اني اكون قدرت اساعدك في حاجه، وانت كمان تحاول تساعدني، لان احنا الاثنين هدفنا واحد، ان احنا نوصل باولادنا لمنطقة كويسة والبر الأمان. وربنا يا رب يقدرنا عليهم ويجعلنا السبب في هدايتهم وتوفيقهم وصلاحهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.